السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم في قناتي. الوصفه تاع اليوم حنديرو النوغه البيضاء. تقريبا مكاش اللي ما يبغيش هاد الحلوى. نحتاجو فيها مكسرات اي نوع تفضليه والكميه كما تبغي. نحتاج هنا السكر 200 غرام تاع سكر حبيبات. نحتاج هنا العسل 450 غرام، يكون بهذا القوام، يعني يكون ثقيل بزاف. شوفوا الشكل تاعه كيفاش راه، يعني ثقيل. نحتاج فانيليا، ملعقه صغيره تاع فانيليا. ونحتاج 3 حبات بياض بيض، بياض 3 حبات بيض. اول حاجه نديروها نحطوا العسل في المقله ولا طنجره تاع ضغط تكون كما نقولوا ثقيله. نحطوا الكميه تاع العسل، شوفوا كيفاش راه ثقيل. انا كان سبق ديجا ودرت لكم فيديو تاع العسل، بصح ما درتهش بهذا القوام، يعني غير هو وتخلوه كما نقولوا تنقصوا له النار وتخلوه يخرج الكميه تاع الماء كما نقولوا تنشف حتى يولي ثقيل. هنايا استعملت انا 450 تاع عسل، نضيف لها 200 غرام تاع سكر حبيبات ونحطها فوق النار على نار كما نقولوا ناقصه هكا باش ما ينحرقش معنا السكر، ونحركو مره على مره. هنا نضيف شويه ملح، نحط بياض البيض، بياض 3 حبات بيض، ونطلعه بالباطور. هنايا اللي تبغي تطلعها بيدها طلعها عادي، ولا ياخذ شويه معها وقت كما نقولوا يتعبها. نحاول نطلع هذا البياض البيض مع شويه تاع ملح على شكل ثلج. انا هنايا طلعت البياض اللي كان عندي، شوفوا الشكل اللي نتحصل عليه، يعني يولي على شكل ثلج كما نقولوا، ما يقعدش سائل، يولي كتله واحده. شوفوا كيفاش راه كما نقولوا نشف معانا. انا هنايا السكر اللي درته فوق النار على نار كما نقولوا ناقصه، شوفوا كيفاش، يعني ما نديروش النار قاويه زايده، ونبقى نحرك في العسل والسكر حتى يذوب كاع السكر معانا. نقولوا طريقه سهله تاعها. نحرك مليح السكر مع العسل حتى يذوب معنا كاع الكميه تاع السكر. يعني هاد كما نقولوا النوغه ما كاش لي ما يبغيهاش، كبار ولا صغار كاع نبغوا هاد الحلوى. هنا بعد ما داب معايا السكر، السكر درته مع العسل داب على نار متوسطه، عفوا نار ناقصه. هنا البيض اللي كنت طلعته نضيف بالكميه قليله، ونحاول كيفاش نخلطها مع العسل والسكر، يعني نحاولوا كيفاش هاد العمليه نكونوا نخدموها بسرعه باش البياض ما يطيبش معنا ويبقى هكا فيه كتل. من الاحسن نسرعوا بهذه العمليه. هي تشد شويه في اليد كما نقولوا، مالكش تحبسي تحرك عليها باش ما ينحرقش البيض، بصح كي تتحصلي على النتيجه هذيك اللي تغوي يهون عليك كاع التعب تاعها.
يعني هاد الكمية تقطع كما نقولوا كمية كبيرة تاع النوقة، خصوصا اللي عندها الأطفال وكاع، يعني تساعد حاجة نقية وفي الدار وأحسن من اللي نشروها من برا. في كل مرة نضيف بياض البيض ونحرك مليح حتى يدخل قاع الخليط، يدخل فيه البيض. دائما النار تكون ناقصة هكا باش ما تنحرقناش. انا هنا كملت كاع الكميه تاع بياض البيض اللي كنا طلعناه. نحاول كيفاش ندخلها في الخليط مليح، في نفس الوقت نخلطو كما نقولوا نمرسو هذاك البياض باش ما يبقى لناش هكا كتل، حتى نحلوه كاع الكميه يولي الخليط عندنا املس. يعني تشد هاد كما نقولوا هاد الخدمه شويه تشد الوقت، بصح النتيجه ولا اروع. يعني نوقه بنينه، حاجه نقيه محضرينها على عينك، احسن من اللي نشروها من برا، حاجه صحيه خصوصا للاطفال كي نعطوها لهم. انا هنا الخليط يعني ولا متجانس عندي، ما نحبش كما نقولوا ما نتوقفش على الخلط. هنا نضيف ملعقه تاع قهوه، ملعقه صغيره تاع لافاني فانيليا. هنا الطريقه باش نعرفوا باللي كما نقولوا الخليط تاعنا راه واجد تاع النوقه. نحتاج هنا كاس تاع ماء، وفي كل مره نرفدو شويه كما نقولوا من الخليط ونحطوها في الماء. الا شفناها عاد سائله معناتها مازال ما وجدش النوقه، مازال ما وصلتش للقوام اللي انا باغيينه. وإلا ولات كما نقولوا كالعلك كالمسكه تتعلق في يدنا، تما نضيفوا المكسرات. انا راح نجرب قدامكم الطريقه هكا باش يكون الشرح مفهوم معاكم. هنا شوفوا الخليط بعد ما فات شويه وقت ولا يبيض معانا. هنا من الاحسن تقلعي الخليط تاعك من فوق النار هكا باش ما ينحرقش. وإلا كان معاك واحد اخر كيما نقولوا يخلط هذا الخليط، خليه فوق النار. هنا أنا الخليط تاع النوقه مازال راه عندي سائل، شوفوا كيفاش راها تلصق، يعني مازال خصها طيب. نخلوها فوق النار وقت ونبقوا نحركو، يعني ما نغفلوش عليها هكا باش ما تلصقش معانا في المقله. يعني غير 3 حبات بياض تحصلنا على كميه مليحه. هنا نجيب انا كميه نحطها في الماء، نحطها شويه حوالي دقيقه هكا ولا ونشوفها. شوفوا هنايا كيفاش راهي يعني ما راهاش سايله معايا، راها تتعلق ماهيش تتلصق في اليد. هنا نعرفوا باللي وصلنا للقوام تاع النوقه راها واجده معانا. هنا نضيف المكسرات. انا كانت عندي 200 غرام تاع كاوكاو و50 غرام تاع لوز محمرين وحمصتهم في الفرن وما ضفت لهم حتى حاجه. كل وحده ودير المكسرات اللي تفضلها. نضيف المكسرات غير بشويه ونخلط. يعني هنا القوام تاعها يزيد يتقال وكما نقولوا تولي تتلصق اكثر، يعني التحريك تاعها يجي شويه يعيي. نخلطو مليح، نحاولوا ندخلوا كاع المكسرات في
في الخليط. الكمية تاع المكسرات كل وحدة ودير مقدورها. هنا بعد ما نضيف المكسرات نخليها حوالي 10 دقائق فوق النار مع التحريك المستمر، ومن بعد نطفو عليها. نخلطوه مليح باش الخليط قاع يدخل مع بعضه في المكسرات اللي ضفناها. شوفوا كيفاش راها تتلصق معايا. هنا نعرفوا بلي كيما نقولوا النتيجه راها ناجحه، النوغا كيما نقولوا نجحت معانا. شوفوا الشكل تاعها كيفاش راه ابيض، يعني ولا اللون الابيض. هنا انا جبت صينيه كيما نقولوا الحجم اللي تفضلوه، درت فيها كان عندي هنا ورق تاع كيما نقولوا لي نشرو فيه الحلويات من المخبزه، ما كانش متوفر عندي ورق الطهي. قطعتها على شكل صينيه وحطيتها في وسطها، ونحط فيه الكميه تاع النوغا. حطيت في الصينيه الاولى كيس بلاستيكي، ومن بعد حطيت فوقها هذاك الورق، وندهن يدي بشويه زيت، كيما نقولوا نخبزها نضغط عليها وهي عاده حاميه، كيما نقولوا راهي عاد ساخنه. نبسطها في هذه الصينيه باش الشكل تاعها يجي مستوي. حاول كيفاش نبسط كاع الكميه تاع النوغا في الصينيه هنايا في البلا، واللي تبغيها غليظه كيما نقولوا الحجم تاعها عالي ديرها في صينيه صغير على هذه. حاول نمشيها كاع على الصينيه. الطريقه تاعها سهله ونتيجه مضمونه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم، خصوصا لعشاق هذا النوع تاع الحلوى. خلوها تبرد برا ونحطوها في الثلاجه. من الاحسن تبات ليله كامله، او الا كنتي مقلقه عليها 4 سوايع. شوفوا الشكل تاعها كيفاش. يعني النتيجه تاعها مضمونه، ما تتبعي نفس الطريقه تنجح معاك ان شاء الله. شوفوا السمك تاعها قداش انا جاني. يعني جات الشكل والمذاق تشهي. انا نحاول كيفاش نقطع قطعه قدامكم تشوفوها. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.